الترهيب والفوضى جزءًا من المشهد. الأمر هنا لم يعد كرة قدم. في خبر صادم هز الوسط الإعلامي والرياضي، تلقينا خبر وفاة الصحفي المالي محمد سومري داخل غرفة بأحد الفنادق بالعاصمة المغربية الرباط. الصحفي الراحل كان قد حل بالمغرب تغطية فعاليات كأس إفريقيا في حادثة غامضة تفاصيلها لا تزال قيد التحقيق، إلا أنها ومن جديد تفتح أسئلة ثقيلة. فما حدث اليوم لا يمكن فصله عن سلسلة المهازل التي شهدتها هذه الدورة. محمد سومري لم يكن مجرد اسم فقط، بل كان رسالة، كان صوتا للحقيقة، وكان شاهدا عليها. لم يذهب إلى هنا كلاعب، ولم يذهب كمسؤول، بل ذهب صحفيا وفقط. فإذا به يتحول من شاهد على الحدث إلى الحدث الأكثر إيلاما. فحين تدهس القيم ويصبح الضغط، الترهيب والفوضى جزءا من المشهد. الأمر هنا لم يعد كرة قدم، بل صورة قاتمة لرياضة تدار بعقلية المخزن. حين يصبح من ينقل الحقيقة هو الضحية، هذا ليس بمجرد حادث، بل هو علامة استفهام كبرى في وجه الرياضة والإعلام وكل ما يحيط بهذه الدورة. فرحم الله محمد سومري وألهم ذويه الصبر والسلام.